وبما اننا النهارده بنتكلم عن السوشيال ميديا ومحتوياتها واساليبها، فاحنا معانا ضيف من الناس اللي بتقدم محتوى على السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا. ضيفنا النهارده فنان ليه اسلوبه في تناول المواضيع اللي بيقدمها. ضيفنا النهارده هو الفنان وليد ابو المجد. ازيك يا وليد؟ ازيك يا حسين؟ عامل ايه؟ مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك حبيبي، منورنا. انا سقعان بس فما تاخدش على الهزه اللي في كلامي يعني. لا ولا يهمك، انت منورنا في الاستوديو. انا عارف ان احنا مقعدينك هنا كده بصعوبه لان انت متعود ان انت تجري وتتنطط في الاستيدج وبتاع. شويه كده. طمني، عامل ايه؟ كله كويس الحمد لله. تمام؟ يا حبيبي. قول لي يا وليد، بمناسبه بقى ذكر الاستوديو والتلفزيون، قول لي انت ايه رايك في السوشيال ميديا والمحتويات اللي بتتقدم عليها، سواء بقى اسفاف او محتوى او غيره؟ قول لي انت ايه رايك في الموضوع ده؟ السوشيال ميديا بتطلع ناس السما وبتنزل ناس الارض، واللي بيضايقني في السوشيال ميديا فكره المحتوى، يعني تلاقي ناس موهوبه جدا وبتاع ومحدش يسمع عنها حاجه، وتلاقي ناس ما عندهاش اي نوع من انواع الموهبه وتبص تلاقيهم كل الناس عارفاهم وبتاع. تيجي تفهم المعادله دي بتحصل ازاي، هتلاقي ان في واحد مشهور جدا وعنده مثلا 500,000 فولورز عشان هو جان، فده معناه ان هو مثلا ممكن يروح يستشور شعره فيزيد 1000 فولورز. انت فاهم؟ انا شعري جه كده فيروح مني 1000 فولورز، انت فاهم؟ فاللي هو يعني المفروض ان اللي تشير الموهوب ده اللي مش حاصل، يعني مش حاصل بنسبه يعني. طب الناس اللي بتشتكي من قله التفاعل ان هم فعلا بيقدموا محتوى وما بيلاقوش تفاعل عندهم، انت شايف ان الناس دي تعمل ايه؟ ان الناس توصل دي رسالتها ازاي؟ تقدر توصل لها ازاي؟ هقول لك يشوف التانيين بيعملوا ايه، بيشوفوا الناس عايزه ايه ويعملوه. ده للاسف بيقدموا اسفاف، يعني في اسفاف بيتقدم. ما هو احنا مش في مجتمع مثلا كله ناس اخلاقيات عظيمه، وفي نفس الوقت ان انا هقدم حاجه تتشهر لازم اقدم اسفاف. لا، بس ممكن اجمع بين الموضوع الهادف وفي نفس الوقت الكوميديا اللطيفه. فانا كده عملت الحاجتين وبدون ما افور يعني، وبدون ما اعمل بتاع ان انا اطلع طول الفيديو مثلا اقعد اقول ابوك وامك واختك الدنيا هتبقى كويسه لما، ومزيكا حزينه في الخلفيه، فاهم الجو ده؟ الكلام ده للاسف بياكل مع الناس بتصدقه بس هو مش حقيقي. يعني بص، لدرجه انه ممكن يصور فيديو ويقول كده ويعيط في الفيديو، وبعد الفيديو ها ايه رايك؟ حلو. بس حسيت الحته دي اتاثرت فيها اكتر يعني. دي كونسنس موسيقى يعني. ايوه الكلام ده مش حقيقي يا جماعه. طيب بمناسبه بقى ذكر الشخصيات، انا عايزك كده ايه تذكر لنا شخصيه كده، مش اسماء، يعني تقول لنا، تحكي لنا كده عن شخصيه من الشخصيات المنتشره على السوشيال ميديا. احكي لنا عنها، اختار اي شخصيه اتكلم عنها، بس مش شخص بعينه، مش يعني شخص، نوع شخصيه. هقول لك نوع شخصيه، زي مثلا عارف انت لما يحصل اي حدث، اي بنسميه في لغه السوشيال ميديا يعني الترند يعني. اي حدث بيحصل، اي حاجه، في ناس كده كلهم بيبقى كل واحد فاهم انه لازم يقول رايه. لازم يا جماعه، في حدث حصل، معلش ياما روحي دلوقتي شوفوا يا جماعه، سيبوني في حالي، انا لازم اقول رايي. حتى لو مش فاهم. طيب هو بيقول رايه امتى؟ بيستنى لما انت تقول رايك وانا اقول رايي وهو يقول رايه وهي تقول رايها، شوفهم قالوا ايه ويروح داخل قايل زيهم. طب لو ما لحقش، يستنى ما يخلصوا يقولوا كلهم، حابب يبقى مميز يعني ومختلف، يروح قايل عكسهم. طب لقى حد قال عكسهم، يستنى ما ده يقول واللي قال عكسه يقول، ويقول حاجه ثالثه. ليه؟ عشان يقول انا اهو. وانا بوجه له نصيحه والله العظيم في البرنامج بتاعك يا حسين، بقول له مش فاهم اسكت. يعني الصمت لغه العظماء، والله هتبقى عظيم لو سكت. لو انت مش فاهم، لو انت فاهم قول رايك وربنا يستر. عارف ده وليد بيفكرني بشخصيه مين؟ ايه؟ شخصيه، عارف اللي هو الشخصيه الكائن المتضامن، اللي هو في اي حاجه تلاقيه بص بيتضامن، اللي هو ال 24 ساعه الفيسبوك بتاعه شغال تضامن، كل شويه كل ده 15 دقيقه غير صوره البروفايل بتاعك تضامن مش عارف مع كذا. هي دي الشخصيه. طب انت ايه رايك في الشخصيه اللي هو بتلاقيه بيتضامن مع اي حاجه؟ هو مبدئيا بيغير صوره بروفايله بكيتشه، مش عارف انطقها صح ولا لا، بس مش موضوعنا، عشان كل مره تعملها ابديت فيجي له لايكات زياده. ده رقم واحد يعني. على حسب الترند اللي ماشي معاك. رقم بالظبط. رقم اثنين، هو فكره التضامن دي، هو عارف انت لما يحصل حدث ولا حاجه تلاقي الناس كلها حزينه وبتاع مش عارف ايه، هو احنا المفروض نكون حزاء لجمع حزين، يعني المفروض نكون متضايقين لحدث حصل او حاجه، بس مش لدرجه ان انا اوقف حياتي يعني. عارف انت اللي هو مثلا انت ممكن يبقى حدث، حد لا قدر الله توفى او حاجه، فانت دخلت بقال الله يا جماعه ربنا يرحم كذا كذا كذا، بس خلصت فتره الحداد وبتاع، بدات تشوف شغلك مثلا، انت راجل بتبيع منتج معين، بتقدم محتوى معين، فبدات تتكلم عنه، تلاقيه دخلك يا اخي اتقي الله بقى يا اخي في ناس بردانه وانت قاعد متدفي. ايه ده؟ عارفهم دول؟ ايه ده؟ ما هو عشان الدنيا هتقف يعني، الدنيا مش هتقف. عارف بقى من الشخصيات اللي هي اللي مستفزه اليومين دول شخصيات ايه؟ عارف انت الشخصيات اللي هي ظهرت، اللي هي الطائفه اللي ظهرت اليومين دول، اللي هي شخصيه الاوبن مايند. انت بقى ايه رايك في الموضوع ده؟ الشخصيات اللي ماليه السوشيال ميديا، اللي هم بيقولوا ان احنا بنعمل كل حاجه اتس اوكي الحاجات دي. هقول لك انا مقتنع بفكره ان الصح هو اللي يتعمل، الغلط ما تتكلم عليه. فكره بقى يعني ايه اوبن مايند؟ يعني مثلا
انا مش عارف طبعا اسمها اوبن مايندد ولا اوبن مايند، لان هم بيقعدوا يقولوا اوبن مايندد اللي هي تفتيح اوبن مايند وبينطقوا البي تقيله او مش عارف خفيفه، مش عارف، ما علينا. بس مش موضوعنا. الفكره ان انا يا جماعه انا مرتبط يعني مثلا انا التحرش مثلا، تحرش، هل ينفع ان انا مثلا اتحرش بواحده وبعدين هي تيجي تقول لي ايه انت قليل ادب انت متحرش، اقول لها لا مش متحرش على فكره انا اوبن مايند، انت ايه الاوفر اللي انت فيه ده، عادي جدا ان انا اقول لك كذا. لا ده مش اوبن مايند، ده قله ادب. بس الصح، بس هي الصح، انا عندي علامه كبيره كده اسمها الصح، وخلص ما تتكلم على اي حاجه ثانيه. انت عارف الناس دي مشكلتهم ايه؟ مشكله الناس الاوبن مايند دول يا وليد ان هم مفكرين ان الاوبن مايند دي بالشتيمه وقله الادب. بالظبط. عارف لو هي فعلا بكده، على كده بقى المسجلين خطر كانوا زمانهم نجوم مجتمع، كانوا ناس مثاليه جدا. كان المفروض ان هم دول اللي هم التوب في المجتمع. بالظبط. ما علينا. طيب من الشخصيات بقى، عشان انت زي ما قلت لو اتكلمنا مثلا هنحتاج وقت طويل، خليني اسالك سؤال كده يا وليد. قول لي ايه اهم المعاني اللي ضافتها السوشيال ميديا للجيل الجديد بتاعنا؟ والله ممكن احط لك برضو قوس كبير كده مكتوب فيه ان هي بقت السند اي موهوب مش لاقي طريق مثلا. يعني مثلا دلوقتي لو انت خدت بالك انت ممكن تقعد تلف وتسعى ان انت تقدم برنامج زي بتاعك او تقدم حاجه معينه ومش عارف، رحت كذا مكان، قدمت في كذا مكان ما قدرتش، حلو، فقررت ان انت تصور فيديو تقول فيه اللي انت عايزه، فجاه الفيديو عجب الناس، فجاه ناس كتير بقت تدعمك وبتكمل مشروع، فهيبقى بقوا المنتجين بتوعك، يعني هم بقوا رد الفعل بتاعك. عشان كده تلاقي ناس السوشيال ميديا بتفرض الموهوب على الساحه، بتفرضه، بتطلع حد كده مش محدش يعرف عنه حاجه وعمل منتج كويس فنجح فاتشهر، فخلاص حتى لو انت منتج رحت له قبل ما تتشهر على السوشيال ميديا قال لك انت مين، يلا انت ما اعرفكش، انت فكك، انت كذا، حلو، الفيديو بتاعك ينتشر والناس كلها هيبقى ليك جمهور، تروح له تاني مره يقول لك ايه يا عم الموهبه دي، يا عم كنت فين الموهبه دي؟ الموهبه دي موجوده من بدري، انت اللي ما خدتش بالك. فاهم؟ ده من اهم معنى حصل من السوشيال. طب قول لي بقى ايه اهم المواضيع اللي كان نفسك تتكلم فيها بس مش عارف تجيبها لنا ازاي؟ اجيبها لك ازاي؟ هو في مواضيع عندنا في مصر عامه، في حاجات كده بيسموها مثلث الخطر، يعني زي السياسه او الجنس او الدين يعني. هو عاده كده الواحد ما بيحبش يتكلم في الحاجات دي، بس بيبقى في حاجات مش قليله الادب ولا حاجات تودي في داهيه او بالنسبه للسياسه يعني او تعمل مشكله، يعني انت فاهم، بس ببقى نفسي اتكلم في حاجات كتير. انا برضو كنت محضر كلام كتير والله يا وليد، كان نفسي اقوله لك بس للاسف مش عارف اجيبها لك ازاي. ايه؟ للاسف وقت حلقتي خلص وللاسف مضطر ان انا انهي الفقره دي. وعلى العموم انت نورتني جدا يا وليد، وبجد انا مبسوط ان انت معايا اول حلقه. وانا مبسوط ان انا معاك ومبسوط بالبرنامج والمصاريف المصروفه على ربنا يخليك يا وليد. حاجه اخيره، كلمه اخيره عايز اتكلم فيها. اتكلمنا كتير عن سلبيات موجوده عن السوشيال ميديا، لكن بما اننا وعدنا ان اول حلقه نكون موضوعيين فيها، ففيه كلمتين لازم نقولهم. السوشيال ميديا مش هي الشيطان الاعظم اللي بيهدد مستقبلنا، ولا هي المؤامره الكونيه اللي معموله علينا واحنا مش دريانين. احنا كجيل مستخدم للسوشيال ميديا عارفين مميزاتها كويس وعارفين عيوبها كويس جدا، والدليل اننا قلنا على عيوبها بنفسنا قبل ما نقول على مميزاتها. فكل حاجه سلبيه قلناها على السوشيال ميديا اكيد ليها جانب ايجابي ممكن يكون اكبر من الجانب السلبي. السوشيال ميديا زي ما بعدت المسافات بين الناس في الواقع قربتهم اكتر في عالم افتراضي هم كانوا في احتياج اليه، لان كده المسافات كانت وما زالت بعيده في الواقع. لكن على السوشيال ميديا تقدر تحتفظ بصداقات شخص مر في حياتك، تقدر تتواصل مع حد محتاجه في جزء من الثانيه، ومن خلالها بتعرف مين سعيد ومين حزين، مين بيمر بظروف سيئه ومين محتاجك جنبه. السوشيال ميديا زي ما ساهمت في نشر بعض الافكار العشوائيه، هي برضو ساهمت في تقويه الوعي الجمعي للجيل. صحيح في تزييف بيحصل واخبار مكذوبه، لكن احنا بنقدر نفرق ونفرز السلبي والايجابي، والسلبي بنسف عليه وما بنرحموش، والايجابي بنحتفظ بيه في مخزوننا الواعي واللاواعي. ده بالاضافه طبعا انها ساهمت في نشر ثقافات مختلفه وخرجت كتاب وشعراء وممثلين ومذيعين من تحت الارض، ووصلت صوتهم لناس كتيره ما كانوش يعرفوا عنهم حاجه. السوشيال ميديا انقذت ناس كتيره كانوا في لحظات ضعف واستغاثه، ومليانه بصفحات وجروبات الخير والتبرعات والمساعدات للمحتاجين. السوشيال ميديا رجعت الاهتمام بالقراءه بعد ما كانت مقتصره بس على مجموعه المثقفين. مش بس كده، دي ساهمت في نشر حقائق بيتم التغاضي عنها في الواقع ووسائل الاعلام المختلفه. وان كانت السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فاحنا بنوجه رساله لنفسنا قبل ما نوجهها للناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا. ما تكتفيش باي خبر بتقراه، حاول تبحث عن مصدره، ما تسخرش من الشخص وخلي نقدك دايما للافكار، لانك ازاي
انت مش حر تكتب اللي انت عايزه بحجه انك بتكتب في صفحتك الشخصيه، طالما في ناس تانية هيظهر لهم افكارك وكتاباتك. وافتكر انك ما ينفعش تخرج في البلكونه عريان بحجه انها جزء من بيتك، عشان في اكيد جيران هيشوفوا حضرتك واكيد مش هيبقوا مبسوطين قوي يعني. ما تساهمش في نشر اي حاجه سيئه بانتقادك ليها، تجاهلها وهي هتموت لوحدها. وكلمه اخيره للناس اللي بتعتبر ان السوشيال ميديا سبب من اسباب خراب البلد: لا السوشيال ميديا ملاك صادق ولا هي شيطان وسبب خراب البلد. السوشيال ميديا وسيله قويه ومهمه جدا ومفيده جدا للي بيعرف يتعامل معاها، لانها زي ما بتدي الحاجات تافهه حجم اكبر من حجمها، هي برضو بتظهر الحجم الحقيقي لحاجات وشخصيات كتيره احنا مخدوعين فيها في الواقع وشايفينها عظيمه قوي. واخيرا احنا جيل بيلاقي نفسه على السوشيال ميديا اكتر ما بنلاقي نفسنا في الواقع، فلو عايزيننا ننزل لارض الواقع حاولوا تبصوا علينا هناك كويس وتشوفوا احنا بنفكر ازاي وبنشتكي من ايه ومحتاجين ايه بجد، لاننا بصراحه ما بقيناش عارفين نجيبها لكم ازاي. اشوفكم على خير.